في الساعة 4 من مساء 15 من شهر يوليو تموز من عام 2016 لاحظ رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان وجود تحركات عسكرية مريبة في جميع أنحاء تركيا، فأسرع فيدان لعقد اجتماع سري مع رئيس هيئة الأركان العامة خلوصي أكار وبعض القادة العسكريين في الجيش التركي، إلا أن رئيس الاستخبارات العسكرية الذي كان من قادة الانقلاب أبلغ قيادة الجيش أن تلك التحركات ليست سوى مجرد تحركات طبيعية. وبعدما قام به هاكان فيدان رأى قادة الانقلاب أن المخابرات بدأت بتتبع الأمر، فقرروا تقديم وقت التحرك بعملياتهم الانقلابية لنحو 6 ساعات، فبدأت دباباتهم بالتحرك الفعلي في الساعة 9:30 من مساء ذلك اليوم، معلنة بذلك انطلاق الساعة التي كان يترقبها الجميع منذ زمن طويل، ساعة الصفر. التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد، بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي. أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد. مرحبا بكم، هذا جهاد الترباني يحييكم في الحلقة 27 من برنامج العظماء 100، وهي الحلقة الثالثة والأخيرة من 3 حلقات خصصناها لبحث خفايا وأسرار الانقلاب العسكري الأخير في تركيا، بعد أن كنا قد خصصنا الحلقة الأولى من حلقات الانقلاب ال3 لبحث تاريخ الانقلابات العسكرية في تركيا الحديثة منذ انهيار الخلافة العثمانية بداية القرن الماضي وحتى انقلاب الجيش العلماني على حكومة نجم الدين أربكان عام 1997. بينما بحثنا في الحلقة الثانية الصراع الثلاثي الذي دار خلال 15 عاما الماضية بين الجيش العلماني من جهة وأردوغان ورفاقه من العثمانيين الجدد من جهة ثانية، والكيان الموازي الذي يديره من ولاية بنسلفانيا الأمريكية الملياردير التركي فتح الله جولان من جهة ثالثة. خطة الانقلاب الأخير كانت تقضي بتحرك الدبابات في الساعة 3 بعد منتصف الليل، واختار الانقلابيون هذا التوقيت لعدة أسباب، من أهمها أن هذا الوقت المتأخر سيتيح لهم التحرك بسرعة دون التخوف من ردة فعل شعبية متوقعة، فاختاروا وقت نوم الناس لكي يقوموا بتحركاتهم العاجلة من اعتقال وقتل قبل أن يستيقظ الأتراك من نومهم. وبعدما قام به هاكان فيدان رأى قادة الانقلاب أن المخابرات بدأت بتتبع الأمر، فقرروا تقديم وقت التحرك بعملياتهم الانقلابية لنحو 6 ساعات. المهم أنه قبل انطلاق ساعة الصفر، وبالتحديد في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، قام الانقلابيون باعتقال رئيس هيئة الأركان العامة خلوصي أكار، وحاولوا إقناعه بالانضمام للانقلاب وتوقيع البيان الأول، ولكنه رفض ذلك. وجاء في شهادته أثناء التحقيقات التي جرت بعد الانقلاب أن الانقلابيين قالوا له في محاولة لإقناعه أن أستاذهم فتح الله جولان مستعد للتحدث معه شخصيا على الهاتف لإقناعه بالانضمام للحركة الانقلابية. ومع بداية الانقلاب تمت السيطرة على جسري مضيق البوسفور في إسطنبول، ثم بعد ذلك ب10 دقائق جاءت الأوامر بالسيطرة على مبنى قناة TRT الحكومية، وفعلا استطاع الانقلابيون تحت تهديد السلاح إعلان بيانهم رقم 1، وجاء في الإعلان أن تحركهم جاء لحماية القيم العلمانية للدولة، وسموا مجلسهم العسكري بمجلس السلام العالمي، وهو مستمد من لفظة مشهورة لأتاتورك. إلا أن القيادة السياسية التركية ردت ردا سريعا على بيان الانقلابيين، ففي طريقه بالسيارة إلى العاصمة أنقرة تعرض موكب رئيس الوزراء التركي الكردي الأصل بن علي يلدرم إلى إطلاق نار كثيف، ولكنه استطاع اللجوء إلى طريق به نفق هو من أمر بإنشائه أثناء تقلده لمنصب وزير المواصلات، ومن ذلك النفق أدار يلدرم عملياته ضد الانقلاب، وأسرع بنشر تصريح يؤكد فيه أن حركة صغيرة من الجيش قامت بتمرد صغير، وأن ذلك جاء على خلاف التراتب العسكري، وأن الانقلابيين سيدفعون الثمن غاليا.
ثم أعقب ذلك بيان بأن النائب العام التركي بدأ بالفعل بالإجراءات القانونية لمعاقبة الانقلابيين. والحقيقة أن هذا التصريح كان مجرد خدعة، فهذه الحركة الانقلابية لم تكن صغيرة كما أراد يلدنم تصويرها، وفي ذلك الوقت لم يفتح من الأساس تحقيق ولا أي شيء من هذا القبيل، بل كان الانقلابيون فعلا قد سيطروا على أغلب مفاصل الدولة التركية. ولكن تصريح يلدنم الذكي عمل على خلق البلبلة في صفوف كل من يفكر بالالتحاق بالانقلابيين، إضافة لإعطاء دفعة معنوية كبيرة للشعب الذي سيأتي دوره بعد دقائق معدودة. في تلك الأثناء كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقيم في إجازة رسمية في فندق بمدينة مرمريس قبل أن تصله أنباء الانقلاب من قبل صهره وزير الطاقة والموارد الطبيعية براءة البيرق، الذي روى بدوره في شهاداته على الانقلاب أن الرئيس التركي رفض بغضب نصيحة مستشاريه بالتوجه لإحدى الجزر اليونانية، وقرر بدلا عن ذلك مواجهة الانقلاب بنفسه، بعد أن صلى ركعتين وقال بعدها بسم الله، ليبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحركاته المضادة لقهر الانقلاب. ولكن قبل ذلك صدرت الأوامر لوحدة كوماندوز خاصة بالتوجه مباشرة إلى مقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محل إقامته في فندق مرمريس. وكانت الأوامر المشددة من قادة الانقلاب تقضي باعتقال أو قتل الرئيس التركي، ولكن أردوغان كان قد غادر الفندق قبل ذلك بنصف ساعة تقريبا، بعد أن أجرى اتصالا ببطل تركي كان سببا رئيسيا في تغيير مجريات تلك الليلة المثيرة. احفظوا هذا الاسم جيدا، الجنرال أوميد دوندار. هذا الرجل كان قائد الجيش الأول التركي المكلف بحماية حدود تركيا مع أوروبا، وتقع إسطنبول ضمن الأراضي التي يتولى حمايتها. ومع بداية الانقلاب اتصل الانقلابيون مباشرة بقائد الجيش الأول أوميد دوندار وطلبوا منه الانضمام لحركتهم الانقلابية، ولكنه طلب منهم منحه بعض الوقت للتفكير لكي يتمكن بعدها مباشرة بالاتصال برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ليوجه له الرسالة التالية: أنت رئيسنا الشرعي وأنا إلى جانبكم، يوجد انقلاب كبير والوضع خارج السيطرة في أنقرة، تعالوا إلى إسطنبول وأنا سأؤمن لكم طريق الوصول والإقامة هناك. بعد هذا الاتصال قرر أردوغان أن يغامر بالسفر بنفسه مباشرة إلى قلب الأحداث إلى إسطنبول، على الرغم من سيطرة الانقلابيين شبه الكاملة على أجواء تركيا، بعد أن اعتقلوا قائد سلاح الجو التركي وسيطروا على القيادة الجوية في تركيا. وفعلا اعترضت مقاتلتان جويتان للانقلابيين من طراز F-16 طائرة أردوغان، ولكن الطائرة التي لم تكن طائرته الرئاسية الرسمية استمرت بالطيران دون إسقاطها، بعد أن ظن الطيران أنها مجرد طائرة مدنية عادية. المشكلة كانت تكمن في هبوط هذه الطائرة، فقد كان الانقلابيون يسيطرون على مطار أتاتورك الدولي، الأمر الذي حال دون تمكن طائرة أردوغان من الهبوط على مدرج المطار. ولكن أردوغان كان قد وضع خطة مسبقة لعملية هبوطه، فقد أسرع بعد سماعه بأنباء الانقلاب إلى تسجيل مقطع مرئي يوجه فيه رسالة إلى الشعب التركي، وأصر أردوغان على أن يظهر بالصوت والصورة لكي يظهر ثباته أمام الشعب. ولكن الفيديو لظروف تقنية لم يذع في ذلك الوقت، ولأن الأمر لا يحتمل أي تأخير اختار أردوغان أن يتحدث مع قناة خاصة عبر السكايب، ولكن المذيعة لم تكن تملك هذا التطبيق، وفضلت أن تكون المقابلة عبر تطبيق آخر هو فيس تايم الذي تملكه على هاتفها. وفعلا جرت تلك المقابلة التاريخية التي غيرت من مجرى الأحداث في تلك الليلة، فقد ظهر أردوغان بكل ثقة وطلب من الشعب التركي طلبين محددين: النزول إلى الميادين وتحرير المطارات.
في إشارة لم يفهم معناها الانقلابيون بأنها تمهيد لهبوطه في أحد تلك المطارات. وختم أردوغان رسالته إلى الشعب بتصريح ألهب حماس الشعب التركي: أنا سأكون بينكم بعد قليل، وليأتي هؤلاء بدباباتهم وليواجهوا الشعب. يصف لي أحد شهود العيان العرب الذين التقيتهم في إسطنبول أثناء إعدادي لهذه الحلقة، قال لي: ما أن فرغ أردوغان من رسالته إلى الشعب حتى تدفق الشعب التركي برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله كالشلال الجارف من كل حدب وصوب، في نفس الوقت الذي صدحت به مآذن تركيا بالتكبير. وأسرع الشعب التركي إلى الشوارع والميادين والمطارات مرددين كلمات قليلة أجراها الله على ألسنتهم في تلك الليلة، لتتحول تلك الكلمات إلى الشعار الموحد للشعب التركي في مواجهة دبابات الانقلابيين: يا الله، يا الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا، اسألوا التاريخ عنا. ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا، اسألوا التاريخ عنا. وبالرغم من نفاق كثير من الدول التي تدعي دعمها للديمقراطية، وبالرغم من شماتة البعض، وبالرغم من سفالة البعض، لم يلتفت الشعب التركي لكل هؤلاء، ولم ينتظر تحرك العالم لنصرته، بل سرع الأتراك للدفاع عن حريتهم بأنفسهم. وما هي إلا دقائق معدودة من اللحظة التي اختار بها الشعب التركي خيار المقاومة، حتى بدا بشكل واضح وجلي أن أحفاد ألب أرسلان وأرطغرل والفاتح والقاطع وأحفاد القانوني استطاعوا قهر الانقلاب بعد أن ضربوا أروع صور الفداء والتضحية في تلك الليلة العجيبة. وبعدما يزيد من ساعة من التحليق فوق مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، استطاع أردوغان الوفاء بوعده والالتحاق بصفوف الشعب الذي تمكن بالفعل من تحرير مطار أتاتورك من الانقلابيين، ليخرج بعدها الرئيس التركي معلنا فشل 5 انقلابات الجمهورية التركية، ومطالبا الشعب التركي بالبقاء في الميادين لحراسة البلاد لحين تطهير تركيا من الكيان الموازي، والذي بدأت قوات الشرطة التركية بالفعل بحملات اعتقال واسعة في صفوف أعضائه، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من أردوغان لتطهير تركيا من معارضيه. ولكن في حقيقة الأمر فإن المتابع لنشاطات جماعة جولان يدرك تمام الإدراك أن عدد المعتقلين لا يمثل شيئا بالنسبة لتغلغل هذه العصابة الإرهابية في كل من الأجهزة العسكرية والقضائية والأمنية والإعلامية وغيرها من مفاصل الدولة التركية، كما تابعنا في الحلقة الماضية. وحتى ولو افترضنا جدلا أن أردوغان استغل هذا الانقلاب الفاشل لتحقيق أهداف سياسية، فالمؤكد أن الفرصة المتاحة للرئيس التركي حاليا فرصة تاريخية كبيرة للقضاء نهائيا على التنظيم الموازي، بل وحتى القضاء على قيادات الجيش من المتطرفين العلمانيين الذين انقلبوا هم وأسلافهم 4 مرات على إرادة الشعب الحرة، وقتلوا وسجنوا عشرات الآلاف من الأبرياء قبل ذلك، وفرضوا قوانين ظالمة على الشعب التركي لعشرات السنوات تتعارض مع قيم وثقافة ودين الشعب التركي، حتى وصل الأمر بهؤلاء الظلمة من منع طفلة تركية متفوقة من تسلم جائزتها فقط لأنها محجبة. الرئيس التركي يكون أحمقا لو أضاع مثل هذه الفرصة النادرة لتخليص الشعب التركي نهائيا من هؤلاء الأشرار. وربما أراد الانقلابيون في تلك الليلة شيئا وأراد الله شيئا آخرا. ومع نهاية هذه الحلقة الثلاث بقي أن أوجه رسالة إلى كل الأبطال الذين ساهموا في كسر الانقلاب،
هذه الحلقات استغرق إعدادها ما يزيد عن 3 أشهر. سافرت خلالها لأنقرة وإسطنبول بعد أقل من أسبوع واحد على الانقلاب لفهم ما جرى من على أرض الحدث، ومن ثم نقله في هذه الحلقات كرسالة شكر لكل الأبطال الذين سيذكر تاريخ الإنسانية أسماءهم بحروف من ذهب. إلى ضابط القوات الخاصة عمر خالص دمير الذي وصلته أنباء تقدم الانقلابيين نحو مقر القوات الخاصة، فاتصل بقائده العام الذي أوصل له الرسالة التالية: يا بني، شرف هذا المكان في عنقك، لا تسلمه إليهم. فتقدم عمر بنفسه ليدافع عن مقر القوات الخاصة التركية، واستطاع قتل قائد الانقلابيين في تلك العملية قبل أن تطلق عليه أكثر من 15 طلقة، ليختار الموت واقفا بدلا من الحياة راكعا لهؤلاء الجبناء، بعد أن تمكن من صد تقدمهم وإفشال سيطرتهم على مقر القوات الخاصة التركية. إلى إيرول أولتشاك المسؤول الإعلامي لحزب العدالة والتنمية، والذي تولى مسؤولية قيادة الحملات الانتخابية للحزب، والذي ابتكر شعار الحزب الشهير المصباح الكهربائي المضيء. هذا الرجل عند سماعه بالانقلاب لم يختبئ ببيته، بل ذهب بنفسه وبرفقة ابنه عبد الله إلى جسر الشهداء لإقناع الجنود بالرجوع إلى ثكناتهم، قبل أن يطلق عليه هؤلاء الأوغاد النار عن قرب ليقتل هو وابنه بدم بارد، ليكونا رفيقين في الموت بعد أن كانا رفيقين في الحياة. لا إله إلا الله. هذا الرجل هو الشخص الذي بكاه رئيس الجمهورية أردوغان وأشرف على دفنه بنفسه. إلى الشابة صفية بيات التي ذهبت بنفسها للتصدي للانقلابيين في جسر الشهداء. إلى السيدة البطلة شريفة بوز التي قادت لأول مرة في حياتها شاحنة لا إله إلا الله تجمع بها شباب الحي وتتوجه بهم إلى جسر الشهداء لكسر الانقلاب. إلى سائقي الشاحنات وسيارات المطافئ والسيارات الخاصة الذين قادوا سياراتهم لسد الطرق على الدبابات ومدرجات الطائرات. إلى متين دوغان طالب الطب الذي يدرس الرياضيات للتلاميذ مساء لكي يكسب قوت يومه. إلى هذا البطل الذي رمى بنفسه أمام جنازير إحدى الدبابات ليوقف تقدمها نحو مطار إسطنبول، على الرغم من عدم تأييده لحزب العدالة والتنمية، بل عدم مشاركته في حياته في أي انتخابات جرت في تركيا. بالرغم من كل ذلك لم يتردد هذا البطل في الدفاع عن إرادة شعبه الحرة. هذا الشاب رفض مساعدة الحكومة له بعد الانقلاب. إلى دانييل شافشاك الذي أوقف دبابة بمفرده بحشو أنبوبها العادم بالثياب لينجح في منعها من التقدم. إلى الفلاح التركي الذي حرق محصوله السنوي من القمح في حقله القريب من قاعدة أكنج الجوية، وذلك للتشويش على طائرات الانقلابيين المنطلقة منها. وبالرغم من بساطة حاله رفض هذا الفلاح التركي الظهور على وسائل الإعلام، وما زال يرفض محاولات الحكومة لتعويضه أو تكريمه، ولا نعرف له اسما. إلى الدكتور محمد جورماز رئيس الشؤون الدينية في تركيا، والذي خطرت على باله فكرة إرسال رسالة نصية عبر هاتفه إلى ما يقرب من 90,000 إمام يطلب منهم رفع الأذان والتكبير عبر جميع مآذن تركيا. إلى الشيخ التركي الذي التقيته في ميدان تقسيم مرابطا في ساحته بعد أيام من الانقلاب، وكنت أرى في دموعه قصة 4 انقلابات سابقة عايشها في حياته، ومعها قصة القمع والظلم الذي مارسه عليه المتطرفون العلمانيون لعشرات السنوات. إلى روح البروفيسور نجم الدين أربكان الذي صنع هذا الجيل البطل قبل موته، ولم ييأس يوما من نصر الله على الرغم من كل المصاعب التي واجهها في حياته. إلى البطل مصطفى بهلفان أوغلو الذي قتله المتطرفون العلمانيون بعد انقلابهم في عام 1980. 22 yaşında bir genç
Mustafa Pehlivanoğlu dar ağacına yürüdü. Ailesi infazdan 3 gün sonra çocuklarını ziyarete geldiklerinde idam edildiğini öğrendiler. Mustafa'dan geriye şu satırlar kaldı değerli arkadaşlarım. O da gerçekten çok anlamlı satırlar. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulü'nün yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım. Yok bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Anne, sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Son olarak abime, yengeme, yeğenime, bacıma selam eder, haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder, Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim. إلى كل من ساند الحق بقلبه في تلك الليلة في أي مكان على وجه الأرض وقاوم الانقلاب بسلاح الدعاء. إلى كل هؤلاء الأبطال الذين أعلمهم وغيرهم من الذين لا أعلمهم ويعلمهم الله وحده. إلى كل هؤلاء أهدي هذا النشيد من كلماتي وإنشاد فرقة غرباء اللبنانية وترجمة بعض الإخوة المتطوعين في فريق العظماء 100. إننا الأبطال. أنا الآن أوجه عبر قناتكم لجميع المواطنين للخروج إلى الشوارع والمطارات. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، قلب أرسلان والفاتح عثمان، وابنة شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، نحمي الرؤوس. Ben şunu söyledim, ben mermiye siper edeceğim kendimi ya. Esir mi edeceksin benim memlekette? Kalk, özgürlüğümü isteyemezsin ya. Allah'ın verdiği özgürlük Allah'ın yanındadır yani. Sen kimsin benim ya? Bir kez ölüyor. Ama benim ailem ölmez. Benim halkım ölmez. Çocuklara bir şey bıraktım, bir ülke bıraktım tertemiz. Bu ülke İslam ülkesidir. Fatih Sultan Mehmet'ten beri rahmetli İmam-ı Şafii'den öner bir ülke İslam beldesizce orası düşmediyse asla düşmediyse orası İslam beldesi. ديننا الإسلام ينبوع البطولة، ديننا بدر أنار في الليالي، ديننا الفاروق عنوان الرجولة، ديننا الخنساء رمز للمعالي. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، نحمي الرؤوس. İslam toprağıdır.
Vatanı savunmak imandandır. Bir avuç insan seni bir avuç. Dünyayı kurtardı, Orta Doğu'yu kurtardı. Müslümanların kurtulmasına vesile oldu. Burası bitecek olanlara Orta Doğu kurtardı. Biz Müslümanız kardeşim. Esareti kabul etmedim. Ben zincir vurdurmadım Rabbim. Ülkemi satmadım. Peşkeş çekmedim. Mücadele ettim. Savaştım. Benim gücüm buydu. Bunu yapabilirim. Bunu demek zorundayım. Benim gücüm var çünkü. في ثرى بدر علي لا يجاهد لقن الأعداء درسا في الصمود جدنا الزبير لا يخشى الشدائد جدنا الحمزات صياد الأسود إننا الأبطال إننا الأبطال إننا الأبطال نحن الرؤوس نحن الرؤوس جدنا الخطاب في المغرب ثائر عمر المختار للغزاة قاهر وابن باديسة وأبطال الجزائر في السماء كانوا للعز شموسا إننا الأبطال إننا الأبطال إننا الأبطال نحن الرؤوس نحن الرؤوس. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağın şurada bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyarsızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yorulamıyordu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin. Sonsuz kere amin. 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 Allahu Ekber. السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القعقع كبر لا نبالي لو أرادنا قلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال لا نبالي لو أرادنا خلع هامات الجبال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التالي أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد
اسألوا جند الصليب اسألوا جند التتار هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار واذكروا فتحا لمكة بعد صابر وانتظار طارق في واد لكة خاض أمواج البحار إننا الأبطال لا نحني الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحني الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا اذكر الصديق فخرا وابن عفان الب أرسلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوسا إننا الأبطال إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس نحمي الرؤوس. Ben şunu söyledim, ben mermiye siper edeceğim kendimi ya. Esir mi edeceksin benim memlekette? Kalp özgürlüğün isteyemezsin ya. Allah'ın verdiği özgürlük Allah'ın yanındadır yani. Sen kimsin dedim ya. Bir kez ölüyor ama benim ailem ölmez. Benim halkım ölmez. Çocuklara bir şey bırakın, bir ülke bırakın tertemiz. Bu ülke İslam ülkesidir. Fatih Sultan Mehmet'ten beri rahmetli İmam-ı Şafii'de öyle der. Bir ülke İslam beldesizce orası düşmediyse asla, düşmediyse orası İslam beldesi. ديننا الإسلام ينبوع البطولة ديننا بدر أنار في الليالي ديننا الفاروق عنوان الرجولة ديننا الخنساء رمز للمعالي. إننا الأبطال إننا الأبطال إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس نحمي الرؤوس. İslam toprağıdır. Vatanı savunmak imandandır. Bir avuç insan seni bir avuç avuç. Dünyayı kurtardı, Orta Doğu'yu kurtardı. Müslümanların kurtulmasına vesile oldu. Burası bir tek yuvarlaya Orta Doğu düşer. Biz Müslümanız kardeşim. Esareti kabul etmedim. Ben zincir vurdurmadım Rabbim. Ülkemi satmadım. Peşkeş çekmedim. Mücadele ettim. Savaştım. Benim gücüm buydu. Bunu yapabilirim. Bunu demek zorundayım. Benim gücüm var çünkü. في ثرى بدر علينا يجاهد لقن الأعداء درسا في الصمود جدنا الزبير لا يخشى الشدائد جدنا الحمزات صياد الأسود. إننا الأبطال إننا الأبطال إننا الأبطال نحمي الرؤوس نحمي الرؤوس. جدنا الخطاب في المغرب ثائر عمر المختار للغساة طاهر وابن باديسة وأبطال الجزائر في السماء كانوا للعز شموسا. إننا الأبطال إننا الأبطال إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس نحمي الرؤوس.
kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin. Sonsuz kere amin. 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 Allahu Ekber. الأبطال لا نحمل الرؤوس إننا للمجد أخصنا النفوس خالد في البر كان ليس حق في البحار كان حوتا بربروسا